النيابة المختصة تحقيقاتها مع التيك توكر كروان مشاكل بعد القبض عليه بتهمة التحريض على نشر الفسق والفجور من خلال تصوير فيديوهات فاضحة مع مذيعة مغمورة تدعى إنجي حمادة بمنطقة التجمع الأول. قال كروان مشاكل أمام جهات التحقيقات إنه لجأ للهرب عند خالته في محافظة سوهاج بعد علمه بصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات، ولجأ للتخفي عند خالته حتى تهدأ الأوضاع، غير أنه تفاجأ بقوة من رجال المباحث تداهم منزل خالته وتلقي القبض عليه. أنا سواق توك توك، يقول المتهم أمام النيابة موضحا أنه لم يجني أموالا من ظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن والده يعمل في المجلس المحلي بمنطقة الويلي، وتحصل على 50,000 جنيه من الفيديو المشار إليه محل التحقيق فيديو المطبخ. وعن ملابسات تصوير فيديو المطبخ أشار كروان إلى أن والدته هي من صورت الفيديو، وأنكر ارتباطه بها عاطفيا أو رسميا، واستطرد أن المذيعة المغمورة احتالت عليه من أجل تحقيق شهرة بسبب كثرة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم ينكر حصوله على مبالغ مالية نظير ظهوره معها في فيديو المطبخ. ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على التيك توكر كروان مشاكل بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة المذيعة المغمورة التي تدعى إنجي حمادة. ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح الشهيرة بإنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد شهير بكروان مشاكل. في ذات السياق، جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس سماح مصطفى والمعروفة بإنجي حمادة 15 يوما على ذمة التحقيقات. كانت عدة بلاغات وردت إلى النائب العام اتهمت صاحب صفحة كروان مشاكل والمعروف أيضا بالإعلامية إنجي حمادة بنشر مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المنشورها كروان مشاكل على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج للرذيلة وتحرض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.